انا مش هقول الفيديو ده مره تانية، هي مره واحده هقول الفكره، اللي هينفذها هوبا هاي فوق، اللي مش هينفذها خلاص ما يقعدش يبعت لي بقى رسائل يقول لي ازاي اكسب فلوس بسرعه والكلام ده. انتوا عايزين توصلوا للمليون بطريقه تقريبا شهريه براس مال محدود جدا، هو ده الفيديو، هو ده الفيديو. انت محتاج كام؟ محتاج 50,000 جنيه، محتاج 50,000 جنيه. ركز معاك كويس قوي قوي. والفيديو ده لازم يكون ليك اخ، حد تاني تثق فيه. خلاص يعني واحد اللي هو ايه بيبقى ما ممكن يدخل جيش، لو واحد ابن امه وابوه خلاص مش هينفع معاه الفكره دي. محتاجه اتنين ضروري. محتاج يكون عندك اخ، خلاص ما عندكش قول لبابا يشد حيله، و50,000 جنيه. هنعمل ايه؟ هتاخد 50,000 جنيه، هتروح اول حاجه تاخد جراكن وهتشتري 2000 لتر بنزين. 2000 لتر بنزين، سامع كلامي كويس؟ دول هيكلفوك حوالي تقريبا 20,000 جنيه. وبعدين هتأجر مخزن كبير جدا جدا، خلاص، بمعظم الباقي، وهيفضل لك في الاخر بتاع 10,000 جنيه. هتطلع خلاص من اسكندريه، هتاخد باخره، خلاص، مركب طالعه باخره ولا اي زفت، طالعه اليونان، هتاخد معاك 1000 لتر، هتاخد معاك 1000 لتر. ال1000 الثانيه هتديها لاخوك يحطها في المخزن، خلاص. هتطلع انت هناك معاك ال1000 لتر، طلعت هناك وصلت دفعت 10,000 جنيه التذكره ومعاك ال1000 لتر، وصلت هناك هتبيع اللتر بيورو على الاقل، هو في اليونان بيورو 20، انت هتبقى كمان هتبيع بيورو ارخص من السوق شويه، هوب بقى معاك كده ايه 1000 يورو، 35 36,000 جنيه. خلاص هتعمل ايه؟ هتبعتهم لاخوك كاش، ما ترجعش انت بقى، خلاص. واخوك بقى هيشتري تاني 1000 لتر ولا 1500 لتر، هيقسمهم برضو نصين، نص في المخزن والنص التاني بقى مش هيطلع هو بيه، لا هيدي للمصريين زي بالظبط كده المصريين ما بيعملوا على باب الطيران اللي مسافر، كل واحد هيدي له ايه 20 30 لتر، وهيدي له معاه بدي له قصادهم مثلا 50 60 جنيه. احنا ناس طيبين، قول له خد دول وصلهم لمحمد في اليونان، وصلهم لمحمد اليونان، محمد هناك هيستلم هيبيع ويبعت لك. ناس هتقول لي طب ما هي الفكره دي يا بس، طب ما هي الفكره دي فيها ثغره. ايه الثغره اللي فيها؟ ايه الثغره اللي فيها؟ خلاص البنزين هنا في اوروبا خلاص طلع ما بينزلش، والدولار طلع برضه ما بينزلش، خلاص. فهتخسر في ايه؟ حاله واحده بس بقى تخسرك، اقول لك امتى بقى، وحتى دي كمان انا حللها لك. طب لو البنزين غلي بقى في مصر، هوبا اخوك هيصفر لك محمد ارجع وهتخسر؟ لا، كل البنزين اللي انت مخزنه ده بقى يا معلم هتبيعه بمكسب، وتبقى كسبت بره وجوه، بره وجوه. طيب احنا بقى نوصل للملايين امتى؟ لو البنزين اتاخر عقبال ما يغلى، البنزين لو اتاخروا 3 4 اشهر وانت بعت لك 100 120 شحنه، انت كده عملت لك 2 3 مليون جنيه. خلاص البنزين غلي بسرعه، خلاص حظنا كده، حظنا كده. واملك بقى ساعتها ان الدولار برده يشد حيله، بدل ما هو النهارده مش عارف 35 36 يبقى مثلا ب 50 60، يروح محمد هوب شاحنين محمد تاني على اليونان وانت تحدف له وتستقبل. دي الافكار الوحيده اجابه على الاسئله الناس بتبعتها لي، تقول لي انا معايا راس مال مثلا 20,000 جنيه وعايز يبقى معايا مليون جنيه في اسرع فرصه. مفيش الا دي حلال، الحرام انا ما اعرفوش والله، بس دي الافكار الحلال الوحيده اقسم بالله لو قابله للتنفيذ، لو قدرت تنفذها بالظبط اقسم بالله دي الوحيده اللي ممكن تعمل لك مليون جنيه من 20 30,000 جنيه في اسرع ما يمكن. فعشان ما حدش يبعت لي تاني الرسائل دي، هو ده افتكروا كلامي كويس. اللهم بلغت.